الله يبارك فيك يا خالد. انا سامعك بتسال احمد انا كنت عامل ايه. كنت نام في السرير ايام باخد مضادات حيويه فعلا. الحمد لله. انا بس نزلت لغايه النادي عشان الجماهير والاعضاء كانوا عايزين نروح. رحت ربع ساعه ورجعت على طول. انا طبعا يعني مش مبسوط من الماتش، لكن مبسوط من اللي وصلنا له بعد الماتش، الهدف يعني. هو الهدف انك انت بطوله غايبه عنك زي بطوله الدوري والكاس لما كانوا غايبين من 28 سنه مع بعض. خدتهم اول سنه جيت فيها خالد، الحمد لله ربنا وفقنا، خدنا الدوري والكاس. صحيح. وثلاثه كاس، 2 بعديها، يعني 3 كاس ودوري. من 2002 ما فيش بطوله افريقيا. احنا كنا سابقين النادي الاهلي، كنا احنا اكتر نادي واخد البطوله 5 مرات. بعد ما مشيت النادي الاهلي سبق اعتقد بقى 8 دلوقتي. فلما توصل تاخد دوري وكاس 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 وافريقيا وتروح كاس العالم للانديه. على فكره نادي الزمالك كان اول نادي هيروح كاس العالم للانديه في اسبانيا لو تفتكروا. كنت انا كابتن الفرقه. كنت انت كابتن الفرقه في ايامك. وكان كان هيبقى لي الشرف في حياتي ان انا اقول كنت كابتن نادي الزمالك في كاس العالم للانديه. راحت الراعي انسحب لغايتها بالظبط كده. لكن انا مش مبسوط من الماتش. مش مبسوط ليه؟ مش هو ده الزمالك اللي احنا حبيناه. في حاجه مش مظبوطه، يعني في حاجه مش طبيعيه. يعني لو قعدت تقول لي من هنا السنه الجايه ان اللعيبه دي في حالتهم الطبيعيه اقول لك اسف. لا ده طارق حامد مسمار خط النص، ولا ده ابراهيم صلاح ده من خط النص، ولا ده احمد توفيق المقاتل، ولا ده الشناوي. واخد بالك؟ لا مش ده فريق اللي انا اعرفه. ومع ذلك طبعا الحمد لله ربنا وفق، وصلنا النهائي. عارف وصلنا النهائي ليه؟ عشان بعض الشامتون او الشامتين اللي كانوا مستنيين السكين عشان يقطعوا. انا دايما اقول لهم ايه؟ فرق بين مرتضى وفي بينهم ناس في مجلس الاداره، خلي بالك. فرق بين مرتضى وفرق بين نادي الزمالك الكيان. حضرتك كاره مرتضى خلاص، اشتموا وانتقدوا، اعمل اللي انت عايز تعمله. انما الكيان ده مالكش علاقه بيه. في ناس كانت مستنيه النهارده الزمالك يتغلب. يا اخي مين يا سياده المستشار؟ يا اخي ده في عضو مجلس اداره شتم احمد عفيف اللي جنبك ده، وشتم امير، وكاتب مذكره بيقول لك عايز اعرف عدد سفريات احمد جلال ابراهيم. فجبت عدد سفرياته هو، طلع 8 مرات، منهم مره 18 يوم. واخد بالك؟ واللي بيقول لك الكلام ده انا عمري ما سافرت، انت عارف. واحمد على طول بيسافر على حسابه، ولما امير بيسافر عفيف عارف انه بيسافر على حسابه. كلام. هل هذا وقت انك تبعت مذكره لمدير النادي تقول له عايز اعرف احمد جلال سافر كم مره؟ يعني انا النهارده احمد مرتضى كان هو برئيس البعثه، قلت لا، البعثه دي محتاجه نائب رئيس نادي. البعثه دي ما فيهاش هزار، يعني ما فيش حد من الولاد الشباب اللي لسه بيتعلموا يسافر رئيس بعثه ماتش مهم زي دون، وناس مغلوبه هنا 4 وعارف الاسد الجريح. وده اللي حصل، ده اللي حصل للاسف الشديد. سياده المستشار انا عايز اقول حاجه بجد والله. تعالوا بقى يعني كفايه نكبر بقى على فكره نحاسب ده سافر كم مره وده سافر. اللي عايز يعني كل العالم بيسافروا دلوقتي. يعني مش هي دي القصه اللي الزمالك هيقع عليها ولا هيعلى عليها ولا هيوطى عليها ولا هياخد. يعني اللي هيسافر مرتين ولا يسافر 4 ولا يسافر 5، هي دي تبقى خناقه شخصيه. يعني خالد انا اولادي ما بيسافروش الا على حسابهم. ايوه يعني حتى لو حسابهم او مش على حسابهم، على حسابهم انا عارف. لكن الفكره ان انا اقعد اتكلم في فكره ده سافر كم مره، ده سافر 4، ده سافر 2، مالها دي؟ لا خلي بالك، فكره ان انا الزمالك يكسب او يخسر. خالد ده قبل الماتش بامتى؟ ده قبل الماتش ب 24 ساعه. ما عندناش وقت للهزار، احنا كلنا بندعم وواقفين، وبكلم السفير ايهاب على طول عشان يدعم الولاد، واخد بالك. فللاسف الشديد واحد تاني بقى راح باعت له برضه مش عارف ايه، رد عليه قال له اصل احنا مش عارف، احنا الناس بتحبنا عشان نفسنا مش عشان احنا اولاد من فلان. اي تلكيك واي رمي جدا. عايز اقول يا جماعه من فضلكم، نادي الزمالك ده نادي كبير وعظيم. تاني نادي كبير ونادي عظيم. هو انت بتشتم احمد عفيفي علشان هو صاحب امير؟ طب احمد عفيفي ده اللي مفرح الزملكاويه كلهم، واكتر بني ادم انت عارف الحاجات اللي بيعملها، الفيديوهات اللي بتعملها، فرح الزملكاويه. لكن في النهايه انا مش هلتفت لصغائر، مش هلتفت بيسموها ايه، اذا خاطبك الجاهلون كل سلاما اعرض عنهم وكل سلاما. لكن في النهايه احنا وصلنا النهائي. صحيح. من 14 سنه